مرحبا يا جماعة الخير، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وأنتوا عم تسمعوا هالبودكاست. كالعادة شكرا كتير على تفاعلكم آخر بودكاست اللي نزلته مبارح. إن شاء الله راح كل يوم أحاول أنزل لكم بودكاست جديد وموضوع جد جد مهم. اليوم راح أحكي معاكم يعني بشكل يعني أحكي، وبنفس الوقت انه احكي معاكم على تجربة. يعني كل البودكاست اللي راح تشوفوا بقناتي او على سبوتيفاي، اغلب البودكاست اللي انا بحكي فيه بحكي على تجربتي الخاصة بالحياة، وفي نفس الوقت على دراسات، وعلى يعني أنا بقرأ كتير كتب. فلهيك السبب بدي أتقاسم معاكم يعني أدمج ما بين إنه أنا أحاول إنه أطور حالي كل يوم، وفي نفس الوقت إنه أشارك معاكم تجربتي الخاصة. so بدي اليوم أحكي بموضوع على العلاقات الاجتماعية، أوكي؟ مشان نكونوا يعني متفقين، ومشان نكونوا واضحين أكتر شيء، لأنه العلاقات الاجتماعية شيء كتير ضروري. في علاقات أسرية، في يعني علاقات شغل، دراسة، إلى غير ذلك. فبحكي بجانب إنه أنت صراحة حاليا أنا يمكن أوجه هالموضوع للبنات أكتر شي، بس هحكي على الجنسين أكيد. صرنا بزمن، أو كيف بدي أحكيها، إنه إذا كنت إنسان يعني إنك أنت شوي بتستخدم العاطفة في العلاقات تبعك الاجتماعية، راح تاكل هوا. اوكي، راح تصير عم تدمر نفسك، وعم تدمر انت. انا ما بحكي هون انك انت ما تكون رحيم، او ما تكون انسان عندك مشاعر للشخص الاخر، او ما يكون عندك رحمة في قلبك، لا. يعني هي الهشاشة النفسية، او الانسان عاطفي كثير. وكنت حكيت على الذكاء العاطفي في البودكاست، ما بعرف أي بودكاست كان، بس كنت حكيت على الذكاء العاطفي. تخيل أنت ما عندك ذكاء عاطفي، أو أنت إنسان يمكن أقول إنه أنت اجتماعي، بس بتحس حالك إنك أنت بعض الأحيان إنك أنت بتعمل علاقات أو بتحكي مع ناس، يعني بحكي على العلاقات الاجتماعية، وبتكون إنك أنت هش. يعني هش بمعنى إنه الناس تستغلك، أو الناس إنها يعني خلاص بدك هالشغلة هي راح اعملها، حتى وانت انت يعني مثلا ما عندك وقت، او ما عندك يعني ما عندك وقت ومشغول كتير، بس لانه هالشخص انت بتحبه، وهالشخص يعني ما بعرف، انت راح تزيل من وقتك وتزيل من اولويتك انت وتعطيها الشخص الثاني. الهشاشة النفسية بتجي من قلة الثقة بالنفس، بتجي من الجفاف العاطفي، وبتجي من انه انسان ما بيحتوي حاله. هالبودكاست هاد بدي اعطيكم يعني كمش نصيحة، بس كلمحة، او انه لازم كنا نراجع حالنا بالعلاقات الاجتماعية، خصوصا من الجانب العاطفي. انا بفضل انه البنت تكون، انا بحكي عن شخص، انا كبنت، البنت لازم ما تستعمل عاطفتها ابدا، ابدا نهائيا، ابدا، الا في المواقف اللي بتحتاج انك تكوني انسانة، وانت هيك انثى، انسانة فيها مشاعر للناس اللي مثلا بدك تعملي صدقة، او مثلا انك تساعدي شخص. هي المواقف القليلة في انك تستعملي عاطفتك. انتي كبنت بعرف انه صعب كتير، لانه ربنا سبحانه وتعالى خلق انه نحنا عاطفيين، او نحن هيك فينا عاطفة وانوثة. بس انا بشوف انه البنت لا لازم تستخدم عاطفتها ابدا برا، او بالشغل، او بالعلاقات الاجتماعية. انه اذا كنتي 100% او 100% كلك عاطفة، راح تخربي حياتك 100%، وما راح تكوني إنسانة يعني يعني هي بعض الأحيان إنه نحنا لازم نكونوا مش قاسيين، بس نكونوا عم نشغل دماغنا، عم نفكر بعقلنا أكتر شيء، أكتر من قلبنا. وهي يعني أربطها بالهشاشة العاطفية، لأنه أنت تكون إنسان هش يعني شيء كتير صعب.
انت اكيد راح يكون الناس عم يحبوك وناس ما شاء الله عليه وكيوت ومهضوم وانتي كيوت وهيك، بس انت عم تاكل حالك داخليا، لانه الناس عم تستغلك وعم تستغل عاطفتك. يا انا بحكي عبنت يا ولد الاثنين. وبتلاقي في ناس وبتلاقي رجال كل رجولته بتحس فيه هيك عاطفته غالبة على الرجولة كلها، يعني طاقته الذكورية يعني أقل من من الطاقة، يعني أقل من الطاقة الأنثوية، يعني بتلاقي إنه طاقته الأنثوية شوي عالية على الطاقة الذكورية. بس أنا بشوف البنت إن لازم تكون طاقة الطاقة الذكورية أعلى شوي، يعني شوي من الطاقة الأنثوية، يعني شوي. أكيد لازم تكوني بنت، أنا ما بحكي إنك لازم تكوني رجال وتبع البيت وما بعرف، لا يعني تكوني إنه بنت بتفكر بعقلها وما بتفكر بعاطفتها، لأنه العاطفة كما قلت وبعيدها هيك عاطفتك مع العائلة، مع زوجك إذا كنتي متزوجة، مع حالك مثلا، مع الناس اللي بتحبي قريبين على قلبك كتير. بس كمجتمع حداري تستعملي عاطفتك مع الناس. أنا بقولها لأنه أنتي ما بتعرفي انتي مع مين، يعني يمكن انهم يستغلوك، يمكن انه يورجوك عاطفته. اكيد في ناس بيستغلوا هالشي كتير. فهالبودكاست بدي انه لكم انكم تقعدوا مع حالكم وتفكروا كتير بكيف انكم انتو مشاعركم مع الناس، وما تكونوا هشين، وما تكونوا اي شيء انه يضعفكم، واي حدا انه يستغلكم، واي حدا انه حكى لكم شغلة تدخلوا في اكتئاب، او انه مثلا يعني اي شيء ممكن انه يخليك انك انت تزعل فقط انه شخص حكالك شغلة او شيء. اعرف انه انت عندك هشاشة نفسية، لازم انك تشوف حالك، ولازم تراجع، يعني تراجع حالك كتير، وتقعد مع حالك ساعة هيك باليوم، وتصالح مع حالك، وتحاول انه انت تستغل عاطفتك إيجابيا. إن العاطفة إنك تغذي فيها روحك وتغذي فيها هي العطش اللي لك إنك أنت مفتقد لك المشاعر. وكمان هي برتكز على البنت، لأنه هي أكيد في العلاقات يعني العلاقات العاطفية بتلاقي إنه البنت لما بتكون ما مشبعة يعني حنان وعطف وحب في عائلتها، أو إنه أبوها حاضر جسدا بس هو كدور مو حاضر، يعني لا مسؤول ولا شيء، ولا يعطيها لا اهتمام ولا شيء، تلاقي إنه بنت متعطشة للعاطفة. فبتروح إنه بتعمل علاقات مع الناس الغلط، لأنه هي بتجذب الناس اللي مو إلها، والناس اللي راح يهملوها وراح يعطوها يعني هيك حب قليل كتير، او حب مرة وحب لا، يعني هيك مشاعر مرة ومشاعر لا. فما بدي اطول عليكم هالبودكاست هاد، بشوفكم بالبودكاست الجاي والفيديو الجاي ان شاء الله. احكوا لي بالتعليقات او شاركوني اي مواضيع بدي اشارك معاكم فيها وانصحكم مثلا اذا كان عندي تجربة. شكرا كتير واهتموا بحالكم. كانت معاكم ديجا، سلام.